حسبي الله ونعم الوكيل. حطموني 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 حطموني. كانت عندي ثقة، كانت عندي ثقة، ما كانش عندي ذرة شك قد هكا. تصوروا جاية كل ثقة. ودرت لايف مع عبير في الصباح وانا فرحانة كنقول قضاء نزيه. يا ربي كيما نصفتي ام بدر وام فلان وفلان في كازا، يا ربي نتنصف، ويا ربي من المحكمة تيسينا تنصفني. اخر حاجة يقولوا ليهم اولا الوثائق قدامي غالي عندي وتشريع طبي، والخبرة ديال ولدي ما صارفش. يجي طبيب كلب، طبيب ما عنده حتى صفة بدون امر قضائي، ويحط امر طبي في الوراق ديال ولدي ويتدار بيه. والطبيب درت بيه انا شكاية، وراه دابا كاينة اول جلسة عندي 6 شهر 5 وفرحانة. احسن مرافعة داروا الاساتذة ديالي، مرافعة، دفعات، تعقيبات، كلشي لصالحي، كلشي صالح امين. الناس اللي حاضرين كلشي تيقول لي لا الادانه، كلشي كيقول لي الادانه. كنصدم براءة المتهمين وتأييد الحكم الابتدائي. يا ربي يا ربي يا ربي راني بقى لي شويه العقل. يا ربي ظلمتيني يا محكمة أكادير، ظلمتيني يا ربي. ما كان ناشد حتى واحد، ما كان ناشد حتى واحد، كان ناشد جلالة الملك وصلتوا لي لهاد الحالة نقطع جلابتي ونغوت. كان ناشد جلالة الملك خذ لي حقي ملي ظلمني ابتدائيا واستئنافيا. والاستئناف كان كيسحاب لي فيهم الرحمة، قال لي البركة في راسك لاله مرة وحدة. قلت الحمد لله لايقة الموقرة فيها المحنة، على الأقل عزتني مرة وحدة اللي ما داتهاش في المرحلة الابتدائية. في الأخير كنتسناو الحكم قسما بالله كل ثقة. في الآخر تأييد الحكم، تأييد الحكم. تأييد الحكم، خذي المغاربة ومشي المحكمة تسدل الستار عن قضية الشاب أمين شارز. أيدت غرفة الجنايات باستئنافية أكادير مساء أمس الأربعاء الحكم الجنائي الابتدائي الصادر في قضية مقتل الشاب أمين شارز. وأيدت المحكمة المذكورة الحكم الابتدائي والقاضي بتبرئة 4 متهمين في الملف مع عدم مؤاخذتهم بما نسب إليهم من أفعال. كما أيدت هيئة الحكم القرار الابتدائي القاضي بالسجن 6 أشهر نافذة في حق المتهمين الرئيسيين. وسبق لغرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف بمدينة أكادير قد قررت إدانة المتهم الرئيسي في هذه القضية أأش من أجل ما نسب إليه، بعد إعادة تكييف أفعال الإيذاء العمدي بواسطة السلاح المفضي إلى الموت دون نية إحداثه إلى القتل الخطأ طبقاً للفصل 432 من القانون الجنائي، والحكم عليه ب6 أشهر حبساً نافذاً وغرامة نافذة قدرها 1000 درهم.